أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين، متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أهلا بحضراتكم من جديد ولايف جديد، وتحديدا من محافظة الإسماعيلية. مع حضراتكم صبري غانم من محافظة الإسماعيلية. يسعدنا أن نلتقي مع البطل عبد الله حسونة، بطل افريقيا في المصارعه الرومانيه. البطل عبد الله حسونة يعني حديث السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي حول الحركة التي نفذها مع اللاعب التونسي وفاز ببطولة أفريقيا. يسعدنا أن نتعرف على البطل عن قرب. أهلا بك يا كابتن. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن. انا عبد الله حسونه، لاعب مصارعه رومانيه، ناشئين تحت 17 سنه. والله يعني الحركه ما جاتش طبعا، يعني فجاه. انا طبعا كنت بتمرن عليها قبليها في التمرين كذا مره، وطبعا هي يعني في ظروف ماتش انا مسكت من وسطي، واللاعب التونسي راح شالني من على الارض. طبعا انا كان في بعض الناس ان هم خلاص افتكروا ان انا اترميت او خلاص هخسر، بس انا الحمد لله دي برضو كانت خطة من الحركة، ان انا اسيب نفسي عشان ابين له ان انا خلاص، يعني خلاص هتخطفها. بس دي كانت خطة من الحركة. وطبعا هو راح عايز يوقعني لقدام، فانا خدتها كونتر ليها، رحت رامي لورا تلفيحة. والحمد لله يعني قدرت ان انا اديها بشكل صحيح، والحمد لله يعني. الحركة دي اسمها إيه؟ هل هي لها اسم يعني في علم الرياضة عندك في هي المصارعة الرومانية أو يعني هي اسمها سنتيرا يا تلفيح. ماذا تعني هذه الكلمة؟ تعني ايه هذه الكلمة؟ هي احنا برضو عايزين نوضح للسادة المشاهدين مم. لا الحركة دي اسمها ايه وبتؤدي الى ايه ومعناها ايه وامتى يعني هي عموما تستخدم هذه الحركة. هي عموما يعني هي مش ليها اسمها عموما، يعني م. اسمها تلفيحة، بس اللي انا عملتها اسمها كونتر للحركة. يعني تمام. هو انا عملت حركة يعني عكس ليها. هو م. كان عايز يخطفني حاجة، فانا عملت الحركة اللي هو كان هيخطفها لي كونتر. اه، بس هي دي اتدربت على الحركة دي قبل كده؟ الكابتن بتاعك قال لك عليها؟ اتدربت عليها؟ طبعا قال لك ازاي حركات تستخدمها؟ بديلة ليها. منين جالك مم. الايحاء او جالك التفكير انك انت تنفذ الحركة دي في الوقت ده بالذات؟ طبعا اتمرنت عليها كتير في التمرين، وحاجات شبيهة ليها كتير، م. اللي هي الكونتر دي، اللي هي م. برضو ان انا اخطف حركة تبقى عكس الحركة اللي هو يخطفها لي. اللعيب اللي قدامي اللي هو يخطفني حركة، انا المفروض ابدلها ليا انا، يعني حركة ليا انا. وطبعا يعني اتمرنت عليها كتير في التمرين، هي مش جايه صدفه، لا انا اتمرنت عليها كتير في التمرين. والحمد لله يعني هي جات لي فرصه في الماتش، والحمد لله قدرت ان انا اخطفها يعني. بعيدا بقى عن الحركة اللي قلبت الدنيا على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا، ايوه. عايزين نعرف من هو عبد الله حسونة. عايزك تحكي لي كده، من امتى بتمارس المصارع الروماني؟ بقالك كام سنة؟ البطولات اللي حققتها؟ مثلك الأعلى؟ البيت هنا عندك بيوفر لك الإمكانيات، بيوفر لك الجو المناسب للتدريب؟ في سنة ايه؟ بتدرس فين كده؟ لا انا بادئ مصارعه من وانا عندي 5 سنين، وانا حاليا عندي 16 سنه. انا في اولى ثانوي عام، مدرسه الشهيد فوزي عماره. وطبعا بابايا يعني واهلي واسرتي طبعا مش مقصرين معايا في التمرين، ودايما كانوا بيشجعوني وكانوا واقفين في ظهري. وطبعا يعني كنت بحاول ان انا اوفق بين الدراسة والتمرين، والحمد لله يعني قدرت ان انا اوفق بين الاتنين. وطبعا هو قدوتي في المصارعة عموما كابتن كرم جابر، ده كابتني يعني. وطبعا بعد ما الحركة بتاعت افريقيا دي خطفتها، كان شجعني وقال لي انت اصلا بتفكرني بنفسي زمان. كان بيقول لي يعني ان انت لاعب موهوب، وطبعا الكلام ده اداني حافز كبير جدا ان انا ان شاء الله يعني اجيب ميداليه بطوله العالم. وهو حتى قال لي انت ان شاء الله تجيب ميداليه بطوله العالم ذهبيه وبطوله في الاولمبياد باذن الله، واقدر ارفع علم مصر يعني. و... وطبعا
احب اشكر الاتحاد الدولي، الاتحاد المصري قصدي، المصارعه. احب اشكر الكابتن بتاعي اللي مسسني في اسماعيليه هنا، والكباتن بتاعت المنتخب برضو احب اشكرهم جدا. وبس يعني. عايزك تقول لي يعني انت ان شاء الله كده ناوي تخش الاولمبياد صح ولا؟ باذن الله، باذن الله اجيب الذهبيه باذن هل الله. عندك يعني هل تم تأهيلك للاشتراك في الاولمبياد؟ لا لا لا، لسه اه. لسه هو ما لكن هو حلمك. بس ان شاء الله يعني باذن الله حلمي ان انا ان شاء الله يعني باذن الله اشارك في الاولمبياد الجايه عايزك بقى تقول ان شاء لي الله. يعني مجموع البطولات اللي حصلت عليها خلال مسيرتك الرياضية بس في بطولة المصارعة الروماني. هو كتير جدا جدا جدا، بس هو يعني السنه دي انا محقق 4 ميداليات. مره في ابراهيم مصطفى، دي بطوله دوليه برضو. كانت فين؟ دي كانت في اسكندريه برضو. تمام. اتفوقت على واحد عراقي امم. برضو بعدم تكافؤ، ما سجلش عليا نقط. تمام. وبرضو و3 مصريين. 3 بطولة جمهورية. 3 بطولات جمهوريه. قصدك البطولة اللي فوز عليها العراقي، فوز على العراقي و3 مصريين. مصريين. في بطولة بطولة ابراهيم مصطفى دي دولية برضه. دي تاني. كلمنا عن 3 بطولات التانيين. 3 بطولات تمرين جمهورية. مرة جبت تالت ومرة جبت تاني، يعني سن أكبر منه. عايزين بقى تكلمنا بقى على البيت. والله يعني ترتيبك بين اخواتك ايه؟ عندك اخوات بيمارسوا رياضة؟ عندي صغير بيلعب برضه معايا مصارعة. وعندي أختي الكبيرة بتلعب كرة يد في الإسماعيلي برضه، يعني كويسة. يعني أسرة رياضية. بابايا أصلا هو في تربية رياضية وداعم جدا للرياضة جدا جدا. وكان بيدعمنا يعني. كلية تربية رياضية؟ بابايا كلية تربية رياضية أصلا. بس هو كان داعم لينا كبير. أبوه خريج كلية تربية رياضية. بس طب كلمنا بقى على يعني أمنيتك إيه؟ عايز تبقى إيه كده؟ أنا أمنيتي إن أنا أجيب ميدالية بطولة العالم وبطولة الأولمبياد بإذن الله، وأقدر أرفع علم مصر بإذن الله. والد الكابتن عبد الله حسونة، عايزين أهلا بحضرتك. عايزين بقى إيه يعني كلمة محفزة لعبد الله، تقول إيه؟ والله هو عبد الله ما شاء الله عليه، يعني عقله كبير وعنده هدف من زمان من هو صغير وعايز يحققه. فهو بيسعى للموضوع ده من هو عنده 5 سنين. يعني كان بيلعب جمباز الاول، وبعد كده كان جسمه صغير شويه، فقلت له يروح لعبه دفاع عن النفس. فهي الجمباز والمصارعه متوافقين مع بعض، عشان كده رحت للمصارعه. وكابتنه هنا في اسماعيليه كابتن علاء عبد الشافي هو اللي بأسسه من وهو صغير. وبعدين اول ما راح مرحله اكبر راح مع كابتن احمد سعيد طبعا هنا في اسماعيليه برضو، ده الاب الروح ليه يعني برضو. والحمد لله يعني هو من هو صغير كل مدرب يشوفه يقول ده موهوب وان شاء الله هيطلع حاجه كبيره ان شاء الله، بس عايز اجتهاد. فاحنا كنا حاطين الرياضه اولويه، يعني انا يعني اولويه في حياته الرياضه زيها زي اي حاجه، وهو ما شاء الله يعني مطيع وطبعا بيجي بقى على خروجاته وعلى فسحه وعلى يعني على المصايف، يعني طبعا في معسكرات وفي تمرين، ده ليه اولويه عنده يعني. وهو الحمد لله برضه متفوق في الدراسه، والمدرسه بتدعمه اللي هو فيها في ثانوي، والحمد لله يعني. أمنيتك إيه بقى للكابتن عبد الله؟ أمنيتك إيه ليه؟ طبعا نفسي اشوفه بطل اولمبي، هي دي امنيه حياتي يعني. احنا حتى يعني ساعات على طول نكتب البطل لعبد الله، يعني حتى على التليفون كده بتحفزه من زمان. بس طبعا مفيش حاجه تيجي مره واحده، كله بالترتيب. يعني بطل جمهوريه ده الاول، في التجارب دي حاجه اصعب من الجمهوريه كمان، يعني هو بينقوا افضل ناس يلعبوا في ايه في التجارب يعني. وفي بعد كده بطولة افريقيا خلصها خطوه خطوه سلم، هو مش هينفع يطلع مره واحده، سنه كمان بيخش الاولمبيات يعني. ايه الدور بعد البطوله افريقيا بقى؟ كاس عالم ان شاء الله تقريبا في شهر 8 ان شاء الله.
بس ربنا ييسر والاتحاد المصري يعني يختاروا من ضمن اللي هيسافروا يعني. دي امنيتك طبعا امنيتي ان طبعا الاتحاد يسافروا. هم اصلا المدربين بتوع المنتخب كلهم بيشكروا فيه وبيقولوا ان شاء الله عبد الله معانا، وان شاء الله عبد الله موهبه، واحنا دي هديه يعني من اسماعيليه للمنتخب ان شاء الله يعني. حاجه تفرح ان شاء الله ان شاء الله يعني. يعني حضرتك بتطالب دلوقتي مسؤول المنتخب بضم عبد الله للمنتخب والله ومشاركته في بطولة العالم. ان شاء الله. هم اصلا مش محتاجين طلب مني، هم اصلا الناس لكن يعني دي امنيتك يعني. دي طبعا امنيتي طبعا ان هم يضموا للفرقه اللي هتسافر ان شاء الله في كاس العالم. وان شاء الله ربنا يكرم ان شاء الله بعد كده. الخطوه اللي بعد كده هو عنده 20 سنه، ممكن ربنا يكرم ان شاء الله يطلع اولمبياد. لو هو حقق نتائج كويسه ان شاء الله وهو عنده 20 سنه يطلع اولمبياد ان شاء الله يعني. كابتن عبد الله حسونة، نرجع لك بقى. امنيتك ايه بقى؟ هتشارك في كاس العالم مع المنتخب؟ انا طبعا دي امنيتي ان انا اشارك في بطولة العالم المنتخب، ان انا باذن الله وتمثل مصر طبعا، امثل تمثل مصر واقدر ارفع علم مصر باذن الله في الذهبية باذن الله. ودي امنيتي يعني، واقدر اجيب ميدالية اولمبية باذن الله برضو، وارفع علم مصر في وسط العالم يعني باذن الله يعني، ذهبية باذن الله. ورينا بقى الميداليات اللي حصلت عليها كده. هي دي بتاعت بطولة افريقيا. اه دي اه ودي بتاعت ابراهيم مصطفى. تمام ودي بتاعت الجمهورية. تمام. تحت 20 سنه. دي تحت تحت 20 سنة. جمهورية تحت 20 سنة. ودي تحت 17 سنة. تحت 17 سنة برضه. ربنا يوفقك يا كابتن. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان. يمكن احنا كنا مع احد ابطال افريقيا الكابتن عبد الله ابن مدينة الإسماعيلية. زي ما حضراتكم شايفين يعني استعرضنا معاه يعني مشواره الرياضي في مصارعة المصارعة الروماني من داخل منزله هنا في محافظة الإسماعيلية، ورصدنا معاه الحركة التي قلبت السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، ان هو مثل ان هو خلاص سلم وفاز على اللاعب التونسي وحصل على بطولة افريقيا بهذه الحركة التي اثارت جميع المشاهدين. اعزائي المشاهدين، اعزائي المتابعين، متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة. كان مع حضراتكم صبري غانم من محافظة الإسماعيلية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.